شيكوا بس على الألوان والتفاصيل أكثر من لون. طبعا يا اخواني اليوم بنسوي معاكم مشغول دجاج بطريقة ان شاء الله تكون بسيطة ولذيذة، فخلوكم معنا وان شاء الله تستمتعوا. ننزل الزيت، زيت عندي، انت تستخدم اي زيت عندك. ننزل الدجاج علشان يتحمر في البداية، خليه على نار هادي يتحمر معانا على هدوء. دحين نقلب الدجاج نشوف تغير لونه ولا لا. ايوه هذه التقمير المطلوبة، هذه التقميرة تعطيك نكهة رهيبة. كذا دائما اقول لك لا تستعجل في الطبخة، اعطي كل شيء حقه تطلع معك طبخة لذيذة، لكن تستعجل تطلع معك طبخة مشي حالك. الحين ننزل بالبصل، نحرك يتشوه معاه البصل مع الدجاج. قبل معانا البصل دحين بنضيف من البهارات. هذه بابريكا حمراء باردة، اسلم نضفنا بعلبة. هذه النكهة الخرافية اللي مجربها يقول لنا. وبرضه بهارات مشكلة صفراء. نحرك. هذا ثوم مهروس مع فلفل حار، فلفل بارد ملون احمر واخضر، عادي تستخدم اخضر بس ولا احمر. هذا طماطم، طبعا كثرت خضار متعمد علشان بنستفيد من المويه حقها، لانه هذا الطبخه ما تحتاج مويه كثير، فالخضار فيه مويه عشان كذا بنستفيد منه. اخر شيء بنضيف البطاطس، طبعا نضيف اي خضار يناسبك، بطاطس كوسه، بس الافضل بطاطس. ننزل بالملح، شوف المويه اللي طلع من الخضار، ما ضفنا ولا مويه. الحين خلاص بنقفل عليه. طبعا اذا احتاجنا مويه بنضيف حاجه بسيطه بس ما راح نكثر عشان لا تخرب علينا الطبخه. الحين بنقفل عليه، نحطه على نار خفيفه ونحسب له 20 دقيقه. والرز عندنا عنبر حبه طويله. طبعا يا اخوان رزنا بنغسله بس ما راح ننقعه علشان بنطبخه نص استوى، اهم شيء تغسله تمام 4 غسلات. وهنا بنسلق الرز. اول حاجه ننزل ملح زيت، وهذه بهارات صحيحه اللي هي قرفه ورغار وقرنفل وهيل، مشكله بيضه مع الرز رهيبه. خليها تغلي وتطبخ. الحين ننزل بالرز، وزي ما قلنا لكم نص استوى. اول ما يبدا يغلي معاك احسب له 7 دقائق بس. وكذا جهز معانا الرز. دحين بنشغل الرز، وعندنا هنا الدجاج جهز. هذا الكشري نحطها فوق الرز. بعد ما شغلنا الرز دحين بننزله على الدم حقنا. نزلت كميه بسيطه بس علشان المرق يسحبه تحت ويطلع بعدين معانا الوان. بس خلوا بس دقيقتين بس يشرب المرق وبعدين ننزل الباقي. نضيف الكشنة يعني نقفل عليه، النار خفيفة مرة ونحسبوها 15 دقيقة. بسم الله، يا سلام. سلم بس الكشنة، بسم الله. آخر شي بنضيف الكشنة من فوق، وهذه النهاية. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله يا اخوان وصلوا على النبي. اسمعوا ذا الحين نقول بسم الله ونذوق. شيكوا بس على الالوان والتفاصيل اكثر من لون. الدجاج مقمر، ده بطاطس انا الدجاج هي تأثر. هذا الدجاج يعرفون احسن منك. رشة خلطة السعادة. شوف يا اخوان انا ما ابغى ابالغ، ولكن قدامكم تشوفونها. سووا الطريقة صدقون بتعجبكم ولذيذة وبسيطة.